مسرحية اجتماعية كوميدية تحت عنوان شوفات، وهي تسلط الضوء على عدة مواضيع منها قضية اللاجئين وحق العودة. هذه لقاءات أجريناها مع عدد من الفنانين والممثلين المشاركين بهذه المسرحية. أنا اسمي خالد المصوم، ممثل في شوفات. مسلسل شوفات كان انطلاقته عام 2014، وكان برنامج جدير بالمشاهدة لأنه في طرح جديد، عالجنا قضايا اجتماعية سياسية بقالب كوميدي جاد، وجمع مجموعة من نجوم المسرح: نيكولا زريني، وسعيد زرزار، فاتن خوري، وميرنا السحلي. سعيد زرزار ممثل برضه بمسلسل شوفات، وعم نعرض حاليا عرض مسرحي باسم شوفات. تعودنا كل يوم نشوف شوف جديدة، سواء كانت كتير منيحة أو كتير سلبية، فهذا الاشي بنعكس في المسلسل اللي انظلم شوي خلال فترة رمضان والحرب على غزة. فعمليا عرض منه تقريبا 20 حلقة. فنحن بنحاول نعمله هلا من خلال العروض المسرحية اللي عم بتتم باسم المسلسل نفسه. هي إعادة تذكير للناس بهذا المسلسل اللي كان كتير مشوق وكتير كوميدي، وكمان بيطرح قضايا اجتماعية ومجتمعية. ثاني عرض عم نسوي بعد مهرجان سوق الميلاد في بيت لحم، هلا عندنا كمان جمعية الإحسان ببيت جالة، وأكيد راح يكون في عندنا عدة عروض من هون لصيف 2015. اسمي تمارا أبو لبان، أنا مخرجة العمل اللي هو شوفات. مسلسل شوفات كان مسلسل كوميدي اجتماعي انعرض على قناة الفلسطينية بشهر رمضان، بيطرح قضايا اجتماعية متنوعة بتهم الشعب الفلسطيني، وبتقدم كمان الشعب الفلسطيني بعيدا عن النمطية يعني. وهون هاي العروض المسرحية سكتشات من المسلسل نفسه، من شخصيات المسلسل. بحب أضيف عن الصعوبات اللي واجهتنا في إنتاج المسلسل وكمان العروض المسرحية، إنه أثناء عرض المسلسل بشهر رمضان طبعا صارت الحرب على غزة، مما أدى إلى إنه وقف عرض المسلسل بعض الأيام، وكمان نرجع نعرضه، فكمان صار المشاهد مش متواصل مع الحلقات، أو كمان صارت المشاهدة أكثر للأخبار. وهون في قضية كتير مهمة، إنه إحنا عم نعمل إنتاج وعم بحاول الشعب الفلسطيني إنه يعيش حياته، إنه يستمر، إنه يكون في أمل ويكون في صناعة، لأنه هاي بالنهاية كمان صناعة. ولكن العدو الإسرائيلي يعني بواجه كل هاي الأمور بأنه بيحاول يوقفها. يعني كمان خطورة الحرب مش بس إنه حرب عسكرية، على نواحي الحياة المختلفة. فهون إحنا بنحاول نعيد إحياء العمل التلفزيوني عن طريق عروض مسرحية بفترة الميلاد، واللي هي فترة حية جدا يعني، تحديدا بمنطقة بيت لحم، لأنه في فعاليات متنوعة، الناس كلها بتيجي على بيت لحم. فعملنا أكثر من عرض وعم نستمر يعني في إقبال كتير كبير من الناس. فهذا أنا من وجهة نظري كمان نوع من أنواع النضال والاستمرار.